صديقتي المقربة جدا إلى قلبي أنا. أما بعد، عارفة إنك كأم بتلاقي سعادتك في إسعاد حبايبك، بس انتي وصلتي لمرحلة من النضج دلوقتي تخليكي تدركي إن إسعاد حبايبك يكمن وفي المقام الأول في إسعاد نفسك. وعشان انتي دايما مشغولة ومسحولة وناسية نفسك، دي شوية أفكار هتاخد من وقتك دقايق كل أسبوع، لكن هتأثر على رشاقتك وبشرتك ومودك وصحتك العمر كله، من غير دايت ولا حرمان. لازم تدركي ان اول حاجة بتنزل معدتك بيكون ليها عظيم الاثر على صحتك، واكلك لازم يكون بالوان الطبيعة الحلوة. فالمكونات اللي هتحطيها في العصير الاحمر ده هتديكي نضارة وجمال وهتحسن جدا من مودك. اما الاصفر فبيسموه الجولدن جوس، لانه قنبلة مضادات اكسدة والتهابات، وهيحافظ جدا جدا على مناعتك. الأخضر بقى يعتبر ديتوكس طبيعي، هينظف كل فتفوتة في جسمك. وكل شطات العصير دي بكل ألوانها وأشكالها هتساعدك على الحرق جدا، وهتخسي من غير ما تحسي. وعشان يكون عندك خضار طول الوقت وإحساس بالخير كده والوفرة، قصقصي الخضار اللي بتشتريه بالمقص من فوق بالشكل ده، وحطي الجذور في شوية مية كام يوم لحد ما تقوى وتنبت، وزرعيها عندك في شباك المطبخ أو في البلكونة. كده هتكوني مارستي عبادة الامتنان ومليتي بيتك خير ووفرة. وعشان انتي دايما مستعجلة وما عندكيش وقت، جهزي شطات العصير المركزة دي وحطيها في التلاجة بالكمية اللي تكفيكي طول الأسبوع. لازم تعرفي كمان ان حليب الكفير من أفضل المشروبات اللي ممكن تبتدي بيها يومك، لأنه بيزود البكتيريا النافعة في جسمك وبيزود نشاطك وبيقوي مناعتك، وبالتالي هيساعدك على التخسيس جدا. طب أفاجئك بمفاجأة جديدة تانية. عارفة شرش الحليب أو المصل اللي بينتج بعد تصنيع الجبنة؟ أنصحك جدا بشربه. عارفة ليه؟ لأنه قنبلة بروتين، فهيساعدك جدا في بناء كتلتك العضلية اللي بتقل بعد سن 40. طب تعرفي إنهم بياخدوا مصل الحليب ده ويجففوه، وبيبقى مكون أساسي في تصنيع الواي بروتين؟ أظن بقى بعد ما عرفتوا المعلومة دي كلكم لازم تصنعوا الجبن في بيوتكم. تعرفي انك كمان تقدري تصنعي كولاجين طبيعي على ايديكي يفيد بشرتك وضوافرك وعظمك من خلال عظم البقر او رجلين الفراخ اللي ناس كتير قوي بترميهم ومش عارفة قيمتهم. فكوباية من مشروب العظم ده يوميا كفيلة بانها تخليكي شكلك اصغر من سنك على الاقل 10 سنين. طبق السلطة كمان أساسي جدا في روتينك اليومي، وعشان ما تكسليش قطعي الخضار كل صنف على حدة بالشكل ده وحطيه في علبة محكمة الغلق، هو والخضار الورقي هيعيش معاكي فترة طويلة جدا، بس لازم يكون ناشف. وما تنسيش تزودي بروتين سواء نباتي زي الحمص أو الفاصوليا، أو بعض قطع من الفراخ المشوية أو اللحمة والبيض كمان، لأن كل البروتين ده سواء نباتي أو حيواني بيساهم في بناء كتلتك العضلية، ده غير إنه بيديكي إحساس دائم بالشبع. دريسنج السلطة لازم يكون منفصل، ولازم يكون مكون من زيت الزيتون أو زيت السمسم أو زيت الأفوكادو أو حتى زيت جوز الهند. ممنوع خالص أي زيوت نباتية عشان الكوليسترول وأمراض الشرايين والقلب. لازم كمان تحددي لنفسك إزازة مية خاصة بيكي عشان تقدري تحددي انت بتشربي كام لتر مية في يومك. ويا حبذا بقى لو المية دي كانت مدعمة بخل التفاح العضوي أو بعض قطرات الليمون، عشان خل التفاح أو الليمون هيقللوا امتصاص السكر في الدم. فلو اضطريتي تاخدي وجبة فيها بعض النشويات اللي يا حبذا تكون معقدة زي البطاطا أو البطاطس أو الشوفان العضوي، ما يمتصوش بسرعة، وبالتالي ما يدخلوكيش في دايرة مغلقة من الجوع. ما هو احنا خلاص ومن هنا ورايح هنقطع علاقتنا بالعيش واي حاجة فيها جلوتين، ولو نفسنا هفتنا يعني على التغميس ممكن عادي جدا نستبدله بخبز عالي البروتين خالي من الجلوتين ويكون مشبع زي خبز العدس او خبز الحمص. ما ننساش كمان الصيام المتقطع والمشي نص ساعة يوميا، لان كل الحاجات دي متجمعة كده مع بعض هتحسن حرقنا ومودنا، وحرفيا هتغير حياتنا من غير اللجوء لعمليات ولا لأي أدوية. وبمناسبة المنتجات الطبيعية، تعالوا أعرفكم على قصة نجاح جميلة ملهمة لشراكة جميلة تمت بين دكتور في الآثار المصرية القديمة وزوجته الدكتورة في مجال الكيمياء والنبات، اللي أثمرت عن شركة مختصة بتقديم كل ما هو صحي ومفيد ونابع من أصل الحضارة الفرعونية، سواء من منتجات للأكل زي كل الزيوت الصحية
أو منتجات العناية بالبشرة والجسم المصنوعة من مواد طبيعية 100% بدون تدخل أي مواد كيميائية. منتجات أوبيتش يا جماعة بقت جزء لا يتجزأ من روتيني اليومي للحياة الصحية. تقدروا تطلبوها وتستخدموا كمان كود الخصم بتاعي علشان تستمتعوا بحياة جميلة صحية. هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في الكومنتات. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك، فاكرة في مسلسل الكبير لما كان أحمد مكي دايما يقول الكبير لازم يتظبط عشان يظبطكم؟ ده مش إفيه الضحك على فكرة، انت الكبيرة وانت القبطان اللي بيوجه السفينة. فاهتمي بنفسك عشان السفينة توصل لبر الأمان. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم غيرت حاجة في حياتكم كده ونفعتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.